احكي لنا ليش كانوا يشوفون بيك دور الأم حتى وانت شابة صغيرة؟ هاي فعلا هاي هذا كلش دقيقة. اي العفو. أنا ما أدري يعني، أولا أنا من بديت طبيعي شابة يعني، لكن كان من يكتبون لقلة العنصر النسائي بذاك الوقت بغداد أو بالعراق يعني كله ماكو، فيكتبون التفضيل دور الأم. نعم. فطبيعي البطولة دائما أنا أخذها، مثلت أدوار الأمومة وأني شابة، ومثلت أدوار أخرى مثلا الزوجة الشابة، وهي مثلت أدوار مختلفة، بس الأكثرية دور الأمومة هو. وأحس أني يعني هسه طبعا كلش كبرت أنا، فأحس بأني أنا أم لكل العراقيين. أقرب الأعمال اللي حضرتك من أعمالك، أنت طبعا من الرواد وسويتي أعمال من فترة كلش طويلة، شنو أكثر الأعمال اللي تحسيه يعني يعبر عن سليمة خضير؟ يعني تقصد المسرحية أو السينما؟ نعم. قليلة والله، ما قعدنا السينما. نعم. أو الإذاعية أو التلفزيونية كلها أنا كنت يعني دائما الدور الأول. نعم. دائما قلت لك كتابة يعني الكتاب والإذاعيين والتلفزيون كله الأم. نعم. كنت أخذها أنا طبيعي، وكل الأدوار اللي مثلتها طبيعي. أنا يعني كنت الحمد لله والشكر معروف يعني عني أنه أنا تفوقت بيها، وأخذت جوائز أنا بالمسرح بدور الأمومة. مثلا أخذت جائزة أفضل ممثلة لعام 77. نعم. بالأجر تموت واقفة. دور امرأة ذاك الوقت أنا بعدني شابة، لكن دور الأمومة كان حلو، كانت القصة عالمية وممتازة. نعم. فأخذت بها بالمسرح، وأخذت أيضا دور الأمومة عام 77، وأخذت دور الأمومة بالأم كلر. كلهم أولادي كلهم أولادي مسرحية بأرثر ميلر. نعم. يعني احنا تدري ذاك الوقت كله نمثل عالمي، مسرح عالمي يعني. مسرح، لا مو بس مسرح عالمي، شعبي لكن مستوى جيد. فأخذت أيضا أفضل ممثلة بدوري بالأم كلر لعام 78 بكل الأصوات. يعني ذاك الوقت كانت قيمة للمسرح، قيمة للإذاعة، قيمة مو مثل هسه. صحيح. يعني أنا دا ألاحظ كلش فرق بين اللي إحنا عشناه واللي هسه دا أشوفه للأسف. فكانت أعمالنا عالمية ومستوى عالي. يعني يمكن إذا أقول لك أنا ما صدق إذا أقول لك من رحنا لمصر بالبيج والسايق. نعم. ما يخاف الوقت مالك قصير. لا 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 بالعكس احكي. أنا مثلت ما أدري نسيت هسه الأدوار اللي أنت فاجأتني نعم صحيح. صحيح. ذهني. أي فمن رحنا لمصر مثلنا مسرحية شنو سنايا مسرحية كانت نسيتها على كل عموما. نعم. اي المسرحية كانت النتيجة من طلعنا من المسرح. نعم. اقسم لك يعني بلا تبجح وبلا يعني هذه انه المسرحية طلعوا كل المثقفين الموجودين. كان ذاك الوقت يوسف السباعي وزير. نعم. وكل المثقفين اجوا حضروا المسرحية. يوسف السباعي الله يرحمه، وايضا كاتب كبير هسه ناسي اسمه هاني. يعني اجتمعوا بينا قالوا احنا من 5 سنوات ما مقدمنا مصر عمل بهذا المستوى. هذه أعمالنا كانت والله العظيم أقسم لك حقيقة. أنت فاجأتني بالشيء. نعم. بس نعم. هذا نعم. واي محسن زميلي موجود وأسأله. فأعمالنا كانت بمستوى عالي. العفو. ألو. اي ست. نعم. أول ما طلعنا احنا يعني الخليج ما كان بهذا المستوى يعني الأعمال. نعم. ذاك الوقت هذا أحكي لك أنا بس. فبديت أنا أروح للخليج أصور وأرجع. نعم. حيث واحد من الأعمال اللي صورته بمصر اسمه الشقيقان. نعم. إنتاج التلفزيون السعودية. اشتغل
ظلنا لأن يجون علي ما عندي وقت أن أروح أني مثلا أسافر لهم أو أصور لهم. أجلت إلى شهر التاسع اللي هو عندي عطلة تقريبا، وأخذته والحين صورت باستوديو الأهرام مسلسل الشقيقان أني، وأخذت آسيا كمان بذاك الوقت بعدها كانت بداية، وهناك الكادر الآخر هو نعم. سعودي. نعم. الشباب مدير إنتاج يرحمه ميت وإذاعة. نعم. عمره محمد مفرح. نعم. اسمه، والمخرج اسمه محمد عبد السلام. الحاصل نعم. يعني عمل كثيف عندنا، كلش عمل هواية، وما نقعد يعني احنا الفنانين مال ذاك الجيل، يعني هذا جيلنا احنا اشتغلنا كل شيء، كانت اكو مسائل تحفيز واكو قيمة للفن واكو انتاج. هي صدقة.